أسعد الله مساءكم جميعا، كل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. طبعا ضحكنا ومزحنا يعني دائما كالعادة قبل اللايف دائما. ما راح أطيل كتير. آه راح نتدرج لبعض المواضيع اللي حصلت طبعا خلال اليوم، والتصريحات اللي صدرت أيضا من الإدارة الأمريكية بعد اللقاءات اللي حصلت في الأمس ما بين رئيس الولايات المتحدة الرائع ترامب مع الرئيس السوري حسب وصفهم الرائع أحمد الشرع القوي، قوي جدا حسب وصف ترامب طبعا. في أول تعليق من الإدارة الأمريكية على اللقاء المفاجئ بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لقاء ترامب والجولاني أتى في ظل ظروف إنسانية متفاقمة، وسوريا بحاجة ماسة لتحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية. رفع العقوبات سيكون تدريجي، يعني ما في عقوبات تنرفع مباشرة. رفع العقوبات سيكون تدريجي وسيخضع لإجراءات قانونية وإدارية كثيرة قبل أن نرى أي تأثير على أرض الواقع. طبعا اليوم الظهر في أحد اللايفات فتحتها أنا وشرحت لكم آلية العمل في الكونغرس الأمريكي، وراح أرجع أعيد فيها لكن ليس معمقا نوعا ما، لحتى الأخوة اللي ما كانوا موجودين الظهر يفهموا كيف تدار الولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل نتحدث كيف تفرض العقوبات وكيف ترفع العقوبات، ولدينا أمثلة عديدة أيضا حصلت سابقا قمنا بدراستها حتى نشوف كيف الآلية اللي توضع فيها العقوبات وترفع فيها العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية. خلونا نخلص أول شيء تعليق على وزارة الخارجية الأمريكية وتصريحاتها. رفع العقوبات سيكون تدريجيا ويخضع لإجراءات قانونية وإدارية كثيرة قبل أن نرى أي تأثير على أرض الواقع. يعني لن يكون هناك رفع للعقوبات الأمريكية حسب تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية. عزيزي الرائع السوركي، هذا ليس حديثي أنا، وليس بالضرورة أنه أنا متوافق مع حديث وزارة الخارجية الأمريكية أم لا، عشان ما تبلش بالتعليقات السلبية اللي تبين عن تربيتك الرائعة. على كل، شو بيقول؟ رفع العقوبات سيكون تدريجية وسيخضع لإجراءات قانونية وإدارية كثيرة قبل أن نرى أي تأثير على أرض الواقع. قسم من العقوبات بحاجة إلى موافقة الكونغرس لرفعها. قسم من العقوبات يحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفعها. شو بيوصف وزارة الخارجية الأمريكية؟ ما بتوصفه بأحمد الشرع، بتوصفه بالجولاني. اسمعوا: المطلوب من الجولاني تشكيل حكومة سورية جديدة تمثل كل السوريين بغض النظر عن الدين والعرق، حكومة تتصرف بطريقة مسؤولة ولا تشكل أي خطر على جيرانها. يجب التخلص من المقاتلين الأجانب الذين يؤججون مزيدا من العنف والطائفية. أمامنا خطوات عديدة قبل أن نصل إلى التطبيع مع حكومة الجولاني. سيتم تقييم الحكومة بناء على أفعالها وليس كلامها. أصدقائي المتابعين اللي صار لكم سنوات، هذا الكلام ما قلنا نحن قبل لقاء الجولاني بترامب بالأساس، وبعد اللقاء أيضا البارحة تحدثنا بهذا الموضوع مطولا أيضا، وقلنا لكم المسألة ليست مثل رؤساء العرب. ترامب ليس مثل رؤساء العرب بجرد قلم يرفع العقوبات، بجرد قلم يسوي عقوبات. لا، المسألة مختلفة تماما، وتدار في الولايات المتحدة الأمريكية سياسات إن كنت تجهلها فهذه مصيبة، فهذه مصيبة يعني. نرجع نعيد ونعلق على المواضيع تبعيتها ونفسرها. لا تحتاج إلى تحليل كثير، يعني لا تحتاج إلى تحليل سياسي كثير، بس كل الكلام اللي شفتوه وحكاه ترامب يترجم برسالة من وزارة الخارجية الأمريكية بكل وضوح، وأنه المسألة أنه صح ترامب حكى هيك وراح يرفع العقوبات وكذا، بس هذا كلياته كلام إعلامي. وحدث لقاء ما بين ترامب، وكان سعيد جدا بال2 تريليون دولار المشاريع اللي
وقع مع المملكة العربية السعودية، ونافستها قطر أيضا، وراحت وقعت أيضا بتريليون و300 مليار دولار، وفوقهم طيارة بقيمة 400 مليون دولار حبت مسك لترامب كمنافسة الاثنين مع بعض. صديقي الرائع الراصد 02، تكرم عينك ما راح ألف، أنت رائع جدا. فتنافس بيناتهم، فوقع أيضا اتفاقية، فكان سعيد جدا بالاتفاقيات اللي حصلت. فصدرت طلب إنه الأمير بن سلمان إنه مشان وضعه سوريا وكذا، وله الشكر للأمير محمد بن سلمان حقيقة، لأنه بالفعل يعني الشعب السوري يحتاج إلى رفع العقوبات، والوضع مزري جدا في سوريا بعد الحرب اللي شفناها. وأساسا صدقوني العقوبات ما بتأثر على السياسيين، وما بتأثر على رؤساء الكتائب هذول والوزراء وغيرهم. العقوبات هي بتأثر على الشعب السوري، ومن ضمنها الشعب الكردي أيضا في شرق الفرات. فرفع العقوبات من صالح كل سوريا بصراحة، أنا بقول لكم إياها. وأنا أبدا ماني مع إبقاء العقوبات، ما في مشكلة، حاربوا هدول وحاربوا هدوليك واعملوا ما تشاءون، بس خلوا الشعب يعيش. لأنه الوضع مزري جدا جدا لدرجة ما يتخيلها العقل. في الساحل السوري، في دمشق، في حما، في حمص، الناس كلها كانت موظفين، فصلت من وظائفها لأنه ما في مال. والوضع الإنساني كارثي. هي غير الاعتقالات التعسفية اللي حصلت لكثير من الناس الأبرياء اللي ما لهم علاقة لا بالنظام ولا فلول النظام. هاي حقيقة. يعني كل من يجي يأتي ويخرج ويقول انه اللي حصل هو ضد فلول النظام هو انسان ما عنده ضمير، صراحة أنا بقول لك اياها. نعم في فلول النظام وكذا ولازم يحاسبون، لكن طريقة المحاسبة يجب ان تكون محاكم عادلة، محاكم سورية، وليس بالطريقة العشوائية واعتقال الناس هكذا وعمليات انتقام من الناس يمكن ما لها علاقة ولا لها علاقة بالسياسة نهائيا. أنا أعرف كثير من الناس وراسلتني في الساحل السوري ناس ما لها ولا تعاملت بالسياسة ولا لها شغل لا بشر الحافظ الأسد ولا فلاحين بسطاء حقيقة. تم الانتقام منهم. ليش ينتقم منهم؟ ليش ينتقم من هؤلاء الناس اللي ما لهم أي علاقة أو موظفين عاديين كثير؟ بدي أقول لكم شغلة مشان تعرفوها كمان ويعرفها كل أخواننا السوريين. أساسا الطائفة العلوية مثلها مثل غيرها من الطوائف كانت مضطهدة في سوريا حقيقة. كان في جزء من هذه الطائفة هي المستفيدة من النظام، لكن جزء صغير جدا، والجزء الأكبر كان عايش في فقر مدقع. وهو أساسا حافظ الأسد إيش عمل؟ فقرهم أكثر وأكثر لحتى يخلوا أبنائهم يروحوا على الجيش غصبا عنهم بسبب الفقر. وهي حقيقة. يعني في ناس حتى خدمت بالجيش وراحت اتطوعت بالجيش قبل أحداث الثورة وغيرها، وهي مشان ياكل مشان يعيش، ما كان هاد كذا. وفي كثير من الناس، وبقدر أقول لكم هلا إذا بقول لكم بسأل ناس خدمت جيش إيش قد كان في ضباط علويين، إيش قد كان في منهم ناس جيدين أيضا قبل الثورة طبعا هاي اللي خدموا الجيش، راح يقول لك كثير كثير، راح يقول لك والله أنا كنت بعرف واحد والله كذا ما كان بإيده لا حيل ولا قوة ولا أي شيء. بالعكس كان في ضباط سنة عند نظام بشار الأسد أكثر سلطة وأكثر قوة من الضباط العلويين نفسهم حتى. فمو كل العلويين هم كانوا أصحاب واسطة وأصحاب سلطة. يمكن الظروف دفعته انه شوي كمان حتى اللي ما عنده واسطه وما له قوي وما له كذا انه يعني يجهر هيك شوي ويطلع صوت انه على اساس انه كمان هو ضابط ومن الساحل. حقيقة هاي الانتقام الطائفي مصيبة كبيرة جدا، قادت البلد إلى كوارث، وشايفين احنا لوين رايحين. يعني هلا في واحد بالعاقل بالعالم كلياته رح يقول لك ممكن الدروز يقبلون بالعيش مع هؤلاء اللي جاءوا الحكم مؤخرا بالتصنيف العقلية اللي موجودة؟ مستحيل. هل أهل الساحل مهما كان أنتم الأقوى نعم وعم تقتلوهم هلا وتسجنوهم و... وتاخذوا أطفالهم وتعملوا مجازر فيهم وأنتم الأقوى، هل يستمر الظلم إلى الأبد؟ ما بيستمر الظلم إلى الأبد. هل هذا كله راح ينسى؟ ما راح ينسى أبدا. أبدا ما راح ينسى. إنه شعب يقدر يستطيع أن يقضي على الآخر هذا مستحيل. ما حدا منكم يستطيع أن يقضي على الآخر. فإذا أنتم بدكم تعيشوا بدولة واحدة واسمها سوريا فعلا، لازم يكون في روح التسامح،
ما بين أفراد الشعب كلياته، كله دفع ثمن. أهل الساحل دفعوا ثمن، والعرب السنة الموجودين في حماة وحمص وحلب ودير الزور كله دفع ثمن، والكرد دفعوا ثمن مع داعش، وكله دفع ثمن. الشعب السوري كله دفع ثمن بفوارق. لا مو هذا، يجي واحد هلا راسه مربع بيقول لي ما احنا دفعنا 2 مليون. ما حبيبي انت عم تقول نحن الاغلبيه، من الطبيعي انك تدفع ثمن اكثر من الثانيين. اما اقليه لما تدفع 20,000 و200 100,000 و200,000، هذا بالنسبه لعددهم رقم هائل ايضا. فالامر نسبي، الامر نسبي. يعني انت لما تيجي بتقول لي احنا دفعنا 2 مليون والكرد دفعوا مثلا 20,000 مع داعش وغيره، طيب انت بتقول الكرد مليونين، حسب انت ما تقول. 20,000 مثل المليونين بالنسبة ل20 مليون يا عاقل، يعني دفع ثمن نسبي. يعني إذا بدك أقلية من أقليات السورية تدفع مثل ما دفعوا أخواننا العرب السنة، يعني فنائهم. ومع أنه الأعداد الأرقام كلها وهمية وتهويل وما تهويل وكذا، حقيقة يعني بكل الأطراف اللي موجودة، فهذا الكلام كلياته ما بينفع نهائيا. ودولة لا تستطيع أن تستمر مع بعضها بالشكل اللي هي فيه أبدا. لا لا، حتى 600 ألف رقم مبالغ فيه. أنا لا، ما مو شغلتنا الأرقام بصراحة، يعني زاد وقل ما إلنا ناقة وجمل بالموضوع هذا اللي أنا أتحدث فيه، وما هو حديثي أنا بصراحة. خلونا نرجع على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية مشان تفهموا شلون بدها تنشال العقوبات. في أول تعليق من الإدارة الأمريكية على اللقاء المفاجئ بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع الراعي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شو بيقول وزارة الخارجية الأمريكية؟ وهذا طبعا تصريح وزارة الخارجية الأمريكية، يعني سياسة الدولة الأمريكية بشكل واضح بعد الدراسة وبعد كذا، فبيعطوا والمتحدث باسم وزارة الخارجية البيان الرسمي اللي يعبر عن الدولة طبعا شو بدها تتصرف. لقاء ترامب والجولاني أتى في ظل ظروف إنسانية متفاقمة بسوريا، يعني أن الوضع الإنساني بسوريا متفاقم جدا وبحاجة ماسة لتحسن الأوضاع الإنسانية والأمنية. طبعا بسبب الظروف الإنسانية اللي موجودة فيها، الظروف الأمنية طبعا تتدهور، هذا أمر طبيعي. شو بيقول؟ بيقول رفع العقوبات سيكون تدريجي. وزارة الخارجية الأمريكية شو بتقول؟ رفع العقوبات سيكون بالتدريج، وسيخضع لإجراءات قانونية وإدارية كثيرة قبل أن نرى أي تأثير على أرض الواقع. رفع العقوبات سيكون بشكل تدريجي وسيخضع لإجراءات قانونية وإدارية كثيرة قبل أن نرى أي تأثير على أرض الواقع. طبعا هون أنا شرحت أنه أي قرار يصدر من الكونغرس الأمريكي، طبعا أغلب العقوبات في أشكال من العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تفرضها على الدول، فهناك عقوبات تمر عبر الكونغرس الأمريكي، وهي اللي بتكون متعلقة بالجرائم الإنسانية والفضائح الكبيرة، بالمسائل عفوا الكبيرة جدا اللي بتصير، مثل قانون قيصر اللي صدر من الكونغرس الأمريكي. وفي العقوبات اللي بتفرضها المؤسسات الأخرى اللي هي مو من الكونغرس، يعني عقوبات مثلا تكون الرئيس هو اللي فارضها. هلا العقوبات اللي بيفرضها الكونغرس الأمريكي عقوبات معقدة جدا. كيف معقدة؟ يعني تحتاج إلى وقت طويل جدا لحتى تفرض تلك العقوبات. يعني حتى أنا مزحت اليوم قلت حتى اللي بينظفوا التواليتات في الكونغرس الأمريكي تمر عليهم هاي الملفات، ولا بد حتى أنه هدول كمان يدرسوها من كثر التعقيد اللي موجود في البيروقراطية بالنسبة للكونغرس الأمريكي بإصدار أي قرار متعلق بالعقوبات. فلذلك رفع العقوبات بيكون أصعب بكتير. ليش؟ لأنه هناك مؤسسات عديدة اللي هي بتقدم للكونغرس الأمريكي وتم دراستها بشكل كبير، وحتى إذا ما كانت دقيقة جدا تعاد إلى المؤسسات التي تم فرضها. فلذلك فرض أي عقوبة هذا يعني أمر صعب جدا، واحيانا تتاخر، ياخذ وقت طويل جدا. نحن نعرف يمكن عقوبات قيصر اخذت اكثر من عامين، وكانت عقوبات اخرى
كان راح تفرض على نظام بشار الأسد المجرم اللي كان يسموها عقوبات حفار القبور. تتذكروا هاي الملفات قدمت للكونغرس الأمريكي، ومع أنه كانت آه فما فرضت تلك العقوبات، واستنيناها فترة طويلة جدا، وكنا نقول هلا وبكرة وبعد بكرة وكذا راح تنفرض عقوبات حفار القبور. كان اسم المشروع اللي مقدم للكونغرس الأمريكي. بعض السيناتورات اللي دققوا فيها وأعادوا مرة أخرى، أعيدت مرة أخرى للدراسة وطال موضوعها، فتقريبا لغيت وقتها هذا الملف. طبعا هلا هيك الآلية اللي بيفرض فيها الكونغرس إذا فرض عقوبات. هلا آلية رفع العقوبات، آلية رفع العقوبات تتم عن طريق ايش؟ نفس المؤسسات كلياتها لازم مرة ثانية تقدم انه اسباب العقوبات تم ازالتها. يعني الجرائم اللي حصلت، الامور الكذا، تم محاسبة الناس كذا. فالامر ليس بالسهولة بالنسبة لرفع العقوبات في الكونغرس الامريكي. اما العقوبات اللي فرضها الرئيس او وزارة الخزانة الامريكية اللي فرضتها بتكون اسهل رفعها، اسهل بكثير كمان، حتى نكون واضحين. فهذا الامر اللي ما قادروا يفهموه السوريين، فانه مجرد ما شافوا انه ترامب قال سنرفع العقوبات على سوريا من دون البحث عن الاليات ولا كم راح يطيل هذا مدته ولا شو هو ولا كذا، وكل الناس طلعت في الشوارع وبدات تحتفل بهذا الامر. طبعا مثل ما قلت لكم انا شخصيا، انا كشخصي اتمنى رفع العقوبات اليوم قبل بكره. وشرحت لكم انه المساله متعلقه بالشعب السوري، ما متعلقه بالانظمه او فلان حاكم ولا فلان حاكم، لانه الوضع فعلا كارثي. واتمنى من كل قلبي انه يرفع العقوبات، لكن بدنا نفهم شو هي اليه رفع العقوبات، وهذا الشيء المهم. اليه رفع العقوبات ما هي بالسهوله اللي نحن بنعتقدها، وكل الناس اللي بيطلعوا وتحدثوا فيها مو بالطريقه هاي ابدا. طيب خلونا نرجع على تصريح وزاره الخارجيه الامريكيه لحتى نفهم مره ثانيه شو هو المفهوم اللي يطرحه. بيقول لك لقاء ترامب والجولاني أتى في ظروف إنسانية متفاقمة، وسوريا بحاجة ماسة لتحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية. رفع العقوبات سيكون تدريجي وسيخضع لإجراءات قانونية وإدارية كثيرة قبل أن نرى أي تأثير على الأرض والواقع. طبعا احنا شفنا الشروط الأمريكية اللي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على أحمد الشرع ال8، وقدمت لوزارة الخزانة الأمريكية وأضافوا عليها 4 شروط أخرى، فأصبحت 12 شرط. هذا ما يقصده طبعا تقصده المتحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية. لابد من تطبيق الشروط، وعلى ضوء تطبيق الشروط سيتم رفع العقوبات بشكل تدريجي. قسم من العقوبات بحاجة إلى موافقة الكونغرس لرفعها، وهذا ما تحدثت عنه. قسم من العقوبات هي متعلقة بالكونغرس الأمريكي، ومن دون موافقة الكونغرس الأمريكي لا يمكن رفع تلك العقوبات، لأنه فرضها الكونغرس بالأساس. وأنا شرحت لكم أنه آلية رفع العقوبات من الكونغرس الأمريكي تحتاج إلى وقت طويل جدا، وممكن يمتد إلى سنوات، من خلال التجارب اللي قرأناها سابقا على دول عديدة فرض الكونغرس الأمريكي عقوبات عليها. فكان رفع العقوبات بالنسبة لتلك الدول أصعب من فرض العقوبات نفسها. حقيقة هاي المطلوب من الجولاني. شو المطلوب؟ شو بتقول وزارة الخارجية الأمريكية؟ شو المطلوب من الجولاني؟ مطلوب من الجولاني تشكيل حكومة سورية جديدة تمثل كل السوريين. تشكيل حكومة سورية جديدة يعني لازم يحل الحكومة هاي اللي موجودة حاليا، ولازم يشكل حكومة جديدة تمثل كل السوريين بغض النظر عن الدين والعرق. حكومة تتصرف بطريقة مسؤولة، يعني لازم تشكيل حكومة ديمقراطية تمثل كل السوريين، يكون فيها كل أطياف الشعب السوري بغض النظر عن قوميته وطائفته. هذا اللي بدهم إياه الأمريكان من جولاني. بغض النظر عن الدين والعرق، حكومة تتصرف بطريقة مسؤولة ولا تشكل أي خطر لجيرانها. شو بده يثبت أنه ما يشكل خطر لجيرانه؟ مثلا ما يشكل خطر مثلا للعراق، ما يشكل خطر مثلا لإسرائيل، ما يشكل خطر مثلا بالنسبة لتركيا. هلا تركيا قادرين يثبتوا هذا الأمر. العراق في مشاكل كثيرة بالنسبة لأحمد الشارع مع الحكومة العراقية ومع القوى العراقية اللي موجودة.
بدنا نقول ممكن. هل إسرائيل كيف بده يحل المشاكل مع جيرانه؟ عندك لبنان، قول الأردن كمان ما في مشكلة. فالمسألة في تعقيد بالطلبات، في تعجيز، وتعجيز هائل جدا يعني كمان. المطلوب من الجولاني تشكيل حكومة سورية جديدة تمثل كل السوريين بغض النظر عن الدين والعرق، حكومة تتصرف بطريقة مسؤولة ولا تشكل تهديدا أو خطرا على جيرانها. طيب، صعب كتير هاي. يجب التخلص من المقاتلين الأجانب الذين يؤججون مزيدا من العنف والطائفية. وين اللي أججوا؟ هنا المقصود في الساحل السوري، المقصود في الساحل السوري، ومقصود في جنوب الدروز أيضا. يعني يجب اعتقال كل الفصائل الأجنبية وقادتها اللي موجودين وإيقافهم، وخصوصا هؤلاء الذين أججوا الطائفية في سوريا حسب تعبير وزارة الخارجية الأمريكية وليس حديثي أنا. طيب هلا هنا، هل قادر الجولاني على اعتقال كل الكتائب الأجنبية وقادتها اللي موجودة واللي بتشكل خطر على الطوائف، مثل اللي حصل في الساحل أو اللي حصل في جنوب سوريا في السويداء وجرمانة وغيرها وغيرها؟ هل قادر الجولاني على هذا الشيء؟ لا بعرف، انتوا رأيكم انتوا شو قادر الجولاني انه يحقق تلك المطالب لوزارة الخارجية الأمريكية؟ طيب، يجب التخلص من المقاتلين الجانب الذي يؤججون مزيدا من العنف والطائفية. أمامنا خطوات عديدة. النقطة اللي بعدها شو بتقول؟ أمامنا خطوات عديدة قبل أن نصل إلى التطبيع مع حكومة الجولاني. يعني لن يكون هناك علاقات أمريكية سورية إلا بتطبيق خطوات عديدة، بتطبيق خطوات عديدة. وزارة الخارجية ماذا تقول؟ أمامنا خطوات عديدة قبل أن نصل إلى التطبيع مع الجولان. يعني مو بكرة يروح السفير الأمريكي ويطبعوا العلاقات وكذا وكل شيء بلمح البصر، لأن هناك عمل كثير يجب القيام به قبل تطبيع العلاقات حسب تعبير وزارة الخارجية الأمريكية وليس حديثي أنا. سيتم تقييم الحكومة بناء على أفعالها وليس كلامها. يعني شو معنى هذا الكلام؟ أنه بدنا نشوف أفعالك على الأرض. هل راح تشكلين حكومة وحدة وطنية مع كل الطوائف والقوميات الموجودة في سوريا؟ هل ستقومين باعتقال الأجانب والقضاء على الكتائب الإرهابية اللي موجودة في سوريا؟ هل سيعطينا جيرانك تطمينات بأنكم لا تشكلون تهديد على الدول المجاورة كلياتها؟ هذا شروط تعجيزية، هاي شروط تعجيزية، يعني صعب جدا أنه يطبقها. سيتم تقييم الحكومة بناء على أفعالها وليس كلامها، يعني مو بالتصريحات. بدي أقول كلام هام للغاية. أنا امبارح لما طلعت وتجرأت أني أقول حتى حديث ترامب ليس ذو قيمة وهو فقط للاستهلاك الإعلامي، في كتير ناس استهزأت فيني، صح ولا لا؟ ليش أنا قلت كلام ترامب للتصريحات الإعلامية والشو إعلامي؟ حتى كلمة شو استخدمتها، شو بالذات. ليش؟ لأني أعلم كيف تدار السياسات في الولايات المتحدة ومؤسساتها، وقارئ عن تجارب كتير قبل سابقا. فلذلك أنا شفته اللي عم بيحكي فيه ترامب عبارة عن استعراض، عبارة كان استعراض، ومبسوط بالصفقات اللي وقعها مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وقطر أيضا. فهذا كله كان خطاب عاطفي. نعم. هل الرؤساء يقولون خطابات عاطفية؟ نعم، الرؤساء أغلب خطاباتهم هي خطابات عاطفية موجهة ما لها قيمة، لأن السياسات تدار من أطراف أخرى، خصوصا في الدول الديمقراطية الكبرى. يعني السياسات ما بيقوم فيها الرئيس، لا، في مؤسسات مختصة هي التي تدير السياسات الاستراتيجية لتلك الدول ومصالحها. وحتى لو خرج وتحدث ما له قيمة، نعم سنرفع العقوبات، بس إمتى؟ هذا السؤال. أنا جايك الخميس، بس أي خميس منهم؟ الخميس الأسبوع الجاي، الخميس الأسبوع اللي بعده، خميس في السنة الجاية، خميس أي خميس أنت. هذا هو السياسة، هكذا السياسة الموهمة. سنرفع العقوبات، نعم سنرفعها.
ودائما المصطلحات هاي أنا علمتكم عليها، أنه عندما تقرأ أي تصريح أو تسمع أي تصريح بدك تاخذ دائما بالك من كلمة سوف، لكن قد. هذول المصطلحات بدك تاخذ بالك منها لأنه تنفي كل الجملة اللي هي قبلها. يعني سوف نقوم برفع العقوبات، هذا معناه عيش يكتيش لا ينبت الحشيش. قد نقوم بعمل عسكري في مكان معين، قد سلية ما في عمل عسكري. كلمة هاي سنرد، سوف، سنقوم، هذول تنفي الجملة اللي قبلها، بس بعلم السياسة طبعا، بعلم السياسة. فلمن يخرج ويقول سوف نقوم برفع العقوبات، أعلم بأنه كذاب، ما راح يرفع العقوبات وهو عبارة عن مراوغة. لكن الشعوب مثل ما تعلمنا أنه هم عبارة عن قطعان، الشعوب عبارة عن قطعان، فلذلك هذه القطعان ما بتفهم غير الكلام المباشر وتصدق كل ما يقال حتى من السياسيين الكبار. بدكم تعرفوا شغلة مهمة جدا، كل السياسيين الكبار كذابين، كل السياسيين الكبار على مستوى العالم كل الرؤساء كذابين، هذا شيء معروف في السياسة. لأنه إيش؟ بيجمل الجمل بكلمات ويسبقها الفعل بحرف تحقيق أو حرف نفي، فيلغي كل كلامه السابق، وهي هي السياسة. الرؤساء دائما الجمل تبعيتهم تكون مبهمة، تكون مبهمة. قليل جدا من الناس اللي قادرين يفهموا الجمل اللي بيقولها. إذا ما فكيت الشفرات، إذا ما فكيت الشفرات لا تستطيع أن تفهم كلامه، رح تفهمه مثلك مثل إن كل المستمعين الناس العاديين أو القارئين للتصريحات هاي. فمن الهام جدا أنك تستطيع فك الشفرات، فك الشفرات في الحديث. نعم، سيقومون برفع العقوبات على سوريا، هذا أمر طبيعي، سيتم رفع العقوبات على سوريا، لكن متى؟ هذا السؤال المهم. وكيف الآلية؟ هذا سؤال أهم. وهل يستطيعون رفع العقوبات كاملة؟ هذا سؤال آخر هام للغاية. هنا بدك تفوت على الآليات القانونية لرفع العقوبات في أي دولة لحتى أنت تشوف كيف يتم رفع العقوبات. هل عقوبات الاتحاد الأوروبي ترفع بسهولة مثل العقوبات اللي صادرة من الكونغرس الأمريكي؟ نعم، العقوبات في الاتحاد الأوروبي أسهل بكثير جدا من العقوبات اللي يطرحها الكونغرس الأمريكي، لأنه آلية إلغائها سهل للغاية، لكن آلية إلغاء العقوبات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مختلف تماما. في كثير من الناس بتضيع ما بين العقوبات اللي يفرضها الولايات المتحدة الأمريكية كدولة والعقوبات اللي تفرضها مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وهنا كمان في صعوبة. هلا العقوبات اللي يفرضها مجلس الأمن في الأمم المتحدة هي كمان صعبة جدا رفعها. يعني مثال، العراق فرض عليه عقوبات في عام 1991 ودخل إلى البند السابع في مجلس الأمن وقتها. متى رفع البند السابع عن العراق؟ سقط صدام حسين وتشكلت حكومة عراقية وانعمل دستور ديمقراطي يعني نوعا ما، و, و... تقسمت العراق إلى، يعني مو تقسيم بدنا نقول، لكن تحولت إلى دولة اتحادية فيدرالية، ولم تعد تهديد أبدا للولايات المتحدة الأمريكية والعالم كلياته. ومع ذلك ما انشال عنها، ما انشالت عن البند السابع لسنوات طويلة جدا، لسنوات طويلة جدا. قبل سنة سنتين احتفلت الحكومة العراقية برفع العراق من البند السابع، صح ولا لا؟ لأنه آلية رفع العقوبات في مجلس الأمن صعبة أيضا، لازم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن كلياته يجتمع ويوافق على رفع أي دولة من البند السابع، وهي مصيبة. إذا اعترضت أي دولة من الدول على رفع العقوبات لا ترفع العقوبات. هل العقوبات في الجمعية العامة للأمم المتحدة أسهل من مجلس الأمن وهم اثنيناتهم تابعين للأمم المتحدة؟ نعم،
لأنه أساسا العقوبات من الجمعية العامة غير ملزمة، والقرارات غير ملزمة من الجمعية العامة. طيب، هل العقوبات في الاتحاد الأوروبي سهلة الرفع كدول مثلا؟ نعم سهلة جدا، لأنه دائما يكون في إجماع أوروبي، ولما تتفق ألمانيا وفرنسا على الأغلب، فكل الدول الثانية بتكون موافقة على هذا الموضوع، فآلية رفع العقوبات في الاتحاد الأوروبي أسهل بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية، وأسهل أيضا من مجلس الأمن في الأمم المتحدة. طيب، شو بنعني هذا الكلام كلياته؟ إنه هذا الشو الإعلامي اللي شفته للأسف الشديد هو صدمة.